أنا دلوقتي شخص مش باحب أعاتب نفسي، ومش باحب أواجه نفسي، ما بيحصلش بيني وبين نفسي أنا عملت ده كده ليه، أو ما عملتش ده كده ليه، ده ليه معنى أو مغزى، والّا كده شخص محتاج أتعالج؟ طيب هو الطبيعة الإنسانية أو الفطرة الإنسانية إن الإنسان يراجع نفسه ويراجع أفكاره ومعتقداته باستمرار، علشان ما يبقاش ماشي في الدنيا بشكل تايه من غير أي مراجعة. والمفروض إن أول واحد بيبدأ يعلق عليك ويبدأ يوجهك إن هنا في مشكلة هو عقلك. فإنك تتناقش مع عقلك سواء في سرك أو بصوت عالي، حتى لو أنت لوحدك بس أنت مدرك إنك بتتناقش مع عقلك ودي أصواتك الشخصية، هنا ده شعور طبيعي. لو أنا فقدت ده يبقى هنا بدأت المشكلة بتاعتنا، إن أنا هخسر المستقبل بتاعي ومش هابدأ إن أنا آخد قرارات جديدة في حياتي أو قرارات حقيقية في حياتي، وأتحول للحياة السطحية جدًا وتبقى حياتي مجرد حد ماشي جوه قطيع زي ما الناس بتوجهني زي ما عايش. ده هنا في الوقت ده بيعرضك بشكل كبير إنك تستسلم لسيطرة فرد آخر جوه الحياة، إن هو يسيطر على حياتك وياخد الريموت كنترول بتاع حياتك منك، ويبدأ هو اللي يوجهك تعمل إيه وما تعملش إيه في حياتك. فعلشان تقدر تضمن إن يبقى ليك قراراتك الخاصة لازم تراجع نفسك، ودي مهارة لو مش موجودة عندك ممكن تتدرب إنك إزاي تكتسبها. وهنا في يوتوبيا نساعدك على النضج النفسي وإدراكك للمعاني والمحركات الداخلية اللي موجودة جواك.